ازيكم؟ وصفة النهاردة مش قادرة اوصف لكم طعمها وجمالها. حاجة كده بتدوب زي الزبدة، ولا الصوص بقى تحفة بجد. هنعمل لحمة، ومش اي لحمة، لحمة كده بالخضار المشوي والزبادي، حاجة كده تحفة بجد. ما يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه هنحتاج طماطم وبصل وثوم وفلفل وشطه اختياري. هنرش عليهم معلقه زيت وندخلهم فرن سخن على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه لحد ما الخضار بتاعنا الجميل يتشوي. ولما الخضار يقرب يتشوي نبدا بقى نحضر اللحمه. فوق ننزل بمعلقه زبده او سمنه تسخن، ننزل عليها باللحمه بتاعتنا، نسيبها لمده دقيقتين على اول جهه عشان تاخد لون ذهبي جميل. وبعد كده نقلبها على الناحيه التانية ونحط معاها ورق لورا وحبهان وقرنفل، نسيبها بقى لمدة دقيقتين. وبعد كده نجيب بصلتين كبار مقطعين جوليان وننزل بيهم على اللحمة ونقلبهم مع بعض ونغطي عليهم ونسيبهم على نار هادية لمدة 5 دقايق. وبعد ما الخضار اتشوى خلاص نبدأ نقشره ونحطه بقى في الخلاط، نضيف عليه نص حزمة كزبرة ونبدأ نفرمه، وبعدين كوباية زبادي، ونحط بقى البهارات بتاعتنا ونبدأ نخلطهم ونزود عليهم الملح. نجيب اللحمة بتاعتنا ونحط عليها 3/4 الخليط ده ونص كوب مية مغلية، نقلبهم مع بعض كويس، وبعدين نغطي عليهم ونسيبهم على نار هادية لحد ما اللحمة تقرب تستوي خالص. بعد كده هنضيف عليهم ربع الخليط اللي احنا كنا شايلينه قبل كده، نقلبهم بقى. وبعدين نجيب صينية فرن ونحط فيها اللحمة بتاعتنا ونضيف عليها حلقات طماطم وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. وبعدين نفتح عليها الشواية عشان تاخد اللون الجميل ده، ونزينها بالكزبرة الخضراء. مش قادرة اوصف لكم بجد اللحمة طعمة ازاي والصوص بتاعها روعة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. يلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.